مساء النور غالياتي، مساء الحب، ان شاء الله تلقاكم كامل هذا لا فيديو فرحانات مطمئنات، امين يا رب العالمين. نقول لكم مرحبا بكم ونشكركم بزاف بزاف، جميع وحده تخلي لي جيم واللي تخلي تعليق مشجع، نقول لكم شكرا يا اغلى الحبيبات على قلبي. قبل ما نبداو لا فيديو نصليو على النبي عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. الوصفه نتاع اليوم راح نطيب بيري بالدجاج بنصف صدر الدجاج وكيلو بطاطا وفي 15 دقيقة توجد. نبداو على بركة الله. هيا قطعت كيلو بطاطا يا البنات مربعات، حطيتهم في كيكوطة، زدت له الماء يغطي البطاطا فقط، وزدت لها شوية ملح كما راكم تشوفوا، وقفلت عليها وخليتها على نار هادية يا البنات. وهنا رجعت لنص صدر تاع الدجاج، يعني كل وحده ومقدورها وكل وحده وعايلتها. انا عايلتي صغيره ندير شويه، وهاني نقطع في نص صدر او كان شويه جامد، وزدت له مغرفه صغيره نتاع الثوم، وعلى راس المعروف لي زيبيس اللي هما الزنجبيل وفلفل احمر والكركم، وثاني فلفل كحل وتوابل نتاع الشاورما يا البنات، وزدت ثاني مغرفه نتاع خل، خلطتهم مليح كما راكم تشوفوا، وزدت له 2 مغارف الزيت، وثاني مغرفه نتاع الهريسه ومغرفه نتاع الطماطم المصبره. نخلط الكل يا البنات في الوقت اللي البطاطا نتاعي راهي طيب، نخلط هذو ونحطهم في الثلاجه يا البنات. اللحم نتاع الدجاج ساهل يا البنات، تقليه في 5 دقائق. هنايا بعد ما طابت البطاطا نتاعي رجعتها في القدره هذه يا البنات، وزدت لها 3 حبات نتاع فرماج ومغرفه صغيره نتاع الزبده، وزدت لها حوالي نص كاس نتاع الحليب، وثاني رشه نتاع فلفل كحل ما نكثرش. هنايا نخلط بالباتور كما راكم تشوفوا. وتشوفي القوام كان خصها شويه الملح والحليب، زيدي لها كل واحد كيف يحبها، اخرين يحبوها عاقده شويه واخرين يحبوها جاريه، وكل وحده دير كيما تحب. انا درتها عاقده يا البنات، ما بغيتش تكون جاريه، وهي واجده معنا. هنايا نرجع للدجاج نتاعي في مقلاة، ندير زيت ونحط هذاك الدجاج يطيب، ونبدا نحرك فيه حتى يتقلى كامل. ها هو يا البنات، ها هو طاب، دروك نحيه، ها هو واجد معنا. نطفي عليه ونقدمه في صحن التقديم. ها هو يا البنات، جبت صحن التقديم حطيت فيه البيري من جهة، وراني نزيد تاني بحذاها هذاك الدجاج يا البنات، وشوية لاصوص نحطو فوق البطاطا. وهذا هو عشانا نهار اليوم. هذه هي الأكلات اللي يشتوها الولاد يا البنات، خفيفة وظريفة. لحقنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله دعموني باش نحط لكم فيديوهات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.